مش في كل العلاقات هنقدر نبعد. مش في كل العلاقات هنقدر نبعد، بس على الأقل هنقلل من الموضوع. يعني مش هينفع طول الوقت أبقى أنا قاعد مضغوط ومش قادر ومش مستحمل، وعلى الأقل يوم ما بتكلم ما بتفهمش، فلا هفضل ساكت. في كتاب حلو جدا اسمه قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام. الكتاب ده بشكل كبير جدا بينصف فكرة الشخصية الانطوائية، لان هي للاسف احنا عندنا كده في الاعراف المعرفه ان في كلام بناخده بالصور الذهنيه، ان الانطوائي ده انسان الكلام قليل، الانسان اللي كلمته كلمه ورد غطاها، الانسان اللي مش ممكن بقى كمان لو احنا مش فاهمين فكره الانطوائي دي شايفينه مش طايقنا، مش عايز يتكلم معانا. لكن الشخص الانطوائي عنده احاسيس خاصه بيه، هو ممكن يكون مش عارف يعبر عنها، بس هو ده الوضع كده اللي بيخليه مرتاح. وضع انه يكون انطوائي، انه يكون افكاره خاصه بيه، انه يكون بيميل انه يبقى في مكان هادي ما فيهوش تفاصيل زحمه، ده بيخليه كفاءته في الاداء في كل حاجه تبقى احسن. بتوصف نفسك انك شخص انطوائي؟ انا مش انطوائي بالمعنى الحرفي ليها، بس انا من الناس اللي بحب طول الوقت اكون ساكت. ما بحبش اتدخل، او ما بحبش اني اي حد قاعد بيتكلم قدامي فانا عمال ارغي معاه او انا عمال اتكلم معاه. مش يعني في بعض الاوقات يعني ببقى قاعد صحابي عمالين يتكلموا وبيرغوا وبيلعبوا، انا قاعد باصص لهم وساكت. يعني انا سامع، ولو حد كلمني انا ممكن ارد عليه، بس انا من جوه لا، انا زيرو صوت، اي فوليوم جوه مش موجود. اختيار السكوت هو اختيار ممكن نقول عليه مسكن، يعني هو مؤقت، يعني حاجه بس كده بتحل بيها اللحظات الايام القليله. لكن تراكم فعل السكوت ده جوانا كتير، ده يا بيؤدي ان انت تفضل لحد ما تبقى شخص مالكش ردود فعل اصلا، يا بيؤدي للحظه انفجار. فهل انت قادر توصل ان دي شكل الحاجات فانت بتحاول تهندلها ولا ايه؟ مش انا من الشخص اللي بينفجر. بتنفجر؟ ممكن يفضل ساكت ساكت ساكت، ويشيل ويطلع مره واحده يبوظ كل حاجه، او مش يبوظ، يعمل رد فعل مش ده اللي كان مستحمل، او مش ده اللي الموضوع يستاهل. فاهماني؟ طبعا، لان انت يعني بتكون جاي لك من تراكم حاجات مخبيها جواك، هو ما بيكونش على دي. بالظبط، يعني ممكن كوبايه تتكسر فتعلى قوي، وهي مش عشان الكوبايه، هي من كذا حاجه حصلت، هي من حاجات كتير قبل كده. جاب بس موضوع الكوبايه ده هو بالظبط، فوق بقى كل الحاجات، هو اللي داس على الجرح. بالظبط، صح. انا شايل كتير، فببتدي اقول كلام ما ينفعش ان انا اقوله مثلا. جزء من ان احنا نحترم مشاعر بعض، ان احنا نحترم قدرات بعض النفسيه، ان كل انسان عنده قدره نفسيه، كل انسان بالعكس. يعني للاسف دي غلطه احنا كلنا بنقع فيها، ان الناس اللي قدامنا بتبان جامده بنفضل ندوس ونفضل ساعات نيجي على اللي هو بيزعل من اقل حاجه، نيجي معاه بقى ونطبطب عليه ونقول له ما تزعلش، ونسيب الشخص اللي متحمل ومتقل على نفسه الشيله والحمل. بس احيانا كتير الشخص ده بيبقى مسؤول في جزء عن ده، ان هو لازم كان يتكلم، بيجي حتى في لحظه يقول انا ليه ما عبرتش، انا ليه ما قلتش ان ده مضايقني، ليه ما قلتش ان كل ده عمال يتراكم جوايا، عشان بخاف ان الواحد ما يتفهمش. بس ما هو في النهايه برضو سكوتي ما بيتقدرش. طب ما هو يعني سكوتي من باب العقل ده مش بيتقدر. خلاص في المرحله دي بضطر ان انا ابعد، ما بقاش موجود. مش في كل العلاقات هنقدر نبعد. مش في كل العلاقات هنقدر نبعد، بس على الاقل هنقلل من الموضوع. يعني مش هينفع طول الوقت ابقى انا قاعد مضغوط ومش قادر ومش مستحمل، وعلى الاقل يوم ما بتكلم ما بتفهمش، فلا هفضل ساكت. واقول لك حاجه برضو، ما هو الشخص اللي بيطلب مني اني افهم ازاي اتعامل معاه، ما ينفعش في مجتمع وفي ظرف ضاغط كلنا بنعيشه يا صلاح ان الشخص يفضل ساكت وغامض وعايزني انا افضل استنتج. لازم على الاقل يديني حاجات بسيطه تفهمني، يعني يقول لي ان انا يقول الكلام اللي انت بتقوله. يعني انا سعيده انك بتقول الكلام ده، ما ياخدهاش بالمظهر. انا ممكن افضل قاعد قدامك ساعتين 3 واول مره نتقابل انت خايف تتكلم معايا، او انت خايف تقرب لي. لا، انت اتكلم عادي. يعني شخص بصفاتك كده الانسانيه واحساسه المرهف تجاه الحاجات، وان هو دايما عامل حساب الاخرين ان شاء الله حتى يجي على نفسه، لما دخل مجتمع زي الجامعه اكيد قابل حساسيات مختلفه بقى. اللي كان بيتعامل معايا كان بيفهم
ان لا انت احسن، انت شخص كويس، انت بس باين ان انت ما بتتكلمش وباين ان انت غامض، بس لا انت من جواك كويس. انت ليه ما بتتكلمش؟ وكنت بسمع الكلام ده بوداني في بعض الاوقات لما يكون ناس لسه متعرفين عليا او حاجه، فالاقيهم يتكلموا مع بعض ما بينهم وما بين نفسهم، لا ده مش زي ما كنا شايفينه، او لا مش الصورة الذهنية مش بتاعت الصورة اللي الساكت كانت ظاهرة، ده ممكن يبقى تنك، ده ممكن يبقى غلس، ده ممكن يتعصب، ده لا مش عارف ايه، بيبقى الكلام فيه هات وخد. بس طول استريحنا الوقت لما كده بقينا لازم تتنكش استريحنا، يعني. لا لازم اتنكش طول الوقت، مم. لازم حد يقول لي ايه يا عم انت ساكت ليه، مش هنعمل ايه في الحاجة الفلانية، ولا تعالى نعمل الحاجة الفلانية. لكن انت مش هيلاقيني بتبادر، يعني انت ما بتعرفش تبادر في ما اغلب بعرفش قرارات أبادر. حياتك، لازم ما بعرفش الحاجات ابادر في الكلام، يعني لو حد جديد لسه اول مره اقابله هفضل انا ساكت طول الوقت، مش هعرف اتكلم معاه. ايوه. لازم هو اللي يكلمني، هو اللي يسالني الاول، هو اللي يديني الهنت الاول ان تعالى نتكلم. ده احيانا مش بيخليك يعطلك عن حاجات، يعني مثلا يبقى نفسك تاخد خطوه في حاجه بس انت مستثقل جدا خطوه البدايه، يبقى حتى معجب بحد، معجب بواحده ونفسك انت تاخد الخطوه بس مستثقل البدايه، حاسس ان هي لازم تديك علامه واضحه قوي، ما ينفعش تبقى علامه بسيطه، لازم العلامه تبقى شمس عشان تقدر فعلا ان انت تاخد خطوه. ده فعلا بقابله، لازم حته الاحاسيس دي شويه، حد يجي يقول لي الكلمه بعينها واضحه، ما ينفعش مواربه كده، ما ينفعش يبقى الباب يا اما مفتوح يا اما مقفول، ما ينفعش الباب يبقى موارب. بس انا هقول لك حاجه يا صلاح، الصفات دي هي صفات انسانيه رقيقه جدا، ورقيقه هنا توصيف دقيق على فكره، لان احنا كلنا راجل وست وكل المخلوقات فيها مساحه رقه لازم نحافظ عليها، ومساحه انك تكون مرهف كده، لكن في نفس الوقت الحياه المعقده والصعبه بتتطلب مننا شيء من المجهود، ان احنا نبقى بناخد وندي، يعني ان احنا في لحظات احنا اللي نبادر، لانه الحياه برضو بقى فيها منافسه واسعه، بقى فيها جري ورا الحاجات، فلازم على الاقل يبقى عندنا شيء من المبادره. بتحس انه لا تروح الفرص مش مهم بس انا مش هعرف اكون النموذج ده؟ لا طبعا اكيد بحاول وبسعى ان انا اغير من نفسي برضو، يعني مش معنى ان انا بحب ابقى ساكت وده اللي بيبقى مريحني ومهدي اعصابي ما بيني وما بين نفسي، لا بس طبعا انا ببقى شايف ان ده غلط وان انا لازم اتكلم، لكن في مواقف معينه اللي لازم اتكلم فيها لا طبعا بتكلم. احيانا كتير الشخص اللي عنده حساسيه مفرطه بيكون المشاعر المرهفه دي بتخليه احيانا كتير في حاجات بتحصل هي تتحط تحت بند الخسائر، يخسر علاقات، يخسر فرص، يخسر شغل، يخسر حاجات كتير نتاج ان هو كان طول الوقت خايف يتفهم غلط، طول الوقت خايف يزعل حد، طول الوقت خايف يقول كلمه ما تبقاش في محلها، فبيبقى عنده قايمه كده في مرحله في حياته، قايمه اسمها قايمه الخساره، انا خسرت 1 2 3 10 نتاج شخصيتي الحساسه. حسيت بده؟ مريت بده في حياتك؟ مريت بده في شغلي، يعني مريت بيه ان انا ممكن ما اعرفش اخد معلومات كتير. ليه بقى نتاج ايه؟ تسالش، ما بتخشش، ما بتقتحمش كده بالظبط. ده ممكن ياثر عليا في الحته العمليه اكتر من الحياه الانسانيه، او التجارب المجتمعيه مع الناس. انت شايف انه احساسك بالحساسيه المفرطه واحساسك بان انت دايما ما بتحبش تقتحم اي حاجه غير ما يتم دعوتك ليها، انا ما بروحش، انا ما بتدخلش، ما ببادرش بحاجه، يعني مش انا اللي ببادر، ده ممكن يكون نتاج ايه؟ ممكن يكون بسبب ان انا ما بتصدقش، او ان انا برضو ببقى خايف ان انا ما اتفهمش، فالشخص اللي قدامي يزعل او يشيل مني فياخد عني رد فعل مش صح، اللي هو اصلا ممكن يكون واخده من ملامحي او من طريقتي او من شكلي او من ان انا ساكت. بس البنات بتكون شايفه انه مشكلتها كده انه ايه، ان الرجاله مش حساسه، او ان الراجل مش حاسس بمشاعرها، او انه مش قادر يبقى كلمه احساس كتير مربوطه بينا احنا، ان احنا بنقول ايه، انت مش حاسس انا متضايقه ازاي، انت مش حاسس الكلام ده معناه ايه، حاسس دي بنقولها كتير عندنا، بس لما اكون انت قدامي اهو صلاح حد عنده الاحساس المرهف ده، انا بصراحه ما اقدرش اقول ان دي هتكون حاجه تفيد الطرف اللي هيكون معاك.
لا دي يعني هتسبب له ضغط بالظبط. يعني هنا هي مش مفيده بالظبط، هتخليه دايما مركز في حاجات كتير قوي بالظبط. ممكن يكون شايفها ان هي بسيطه او ان هي تافهه او ان هي عادي ممكن تعدي او عادي ممكن ما تتعملش، بس هي عندك مش هتعدي، بس هي عندي ممكن ما تعديش. يعني ظاهريا تبان ان انت شخص احساسه عالي ان دي حاجه هتفيدني بقى كشريكه حياه، لكن فعليا على الارض هي مربكه، هي بتسبب لك ضغط كبير طبعا. هتسبب للشخص اللي قدامي ضغط كبير يعني. طب ايه شكل علاقتك بشريكه حياتك؟ انت خاطب بالظبط، فانتوا قادرين ازاي تهندلوا ده؟ يعني ده الشخص الوحيد اللي شوف حتى ضحكت لما جت السيره. ده الشخص الوحيد اللي بيقدر يفهم ده من كلامي، من غير ما يشات، بيعرف انا في حاجه ولا مفيش. فطبعا هو مقدر ده وعارف ده وبيعرف يتعامل على اساسه طبعا. فبالنسبه لك هنا انت لقيت حاجه عوض كبير عن بالظبط، لقيت الشخص اللي هيعرف يتعامل مع حاجه الناس بره مش عارفه تتعامل معاها. فده طبعا سبب لك امان نفسي كده. بالظبط، هو في امان نفسي خلاني مستريح نفسيا جدا، خلاني اعرف اتعامل، وابتدى برضو الشخص ده يعلمني ازاي اتعامل مع الناس. فدلوقتي الشخص ده لما بيلاقي حد في حياته يتفهم الصفه دي ويتعامل معاها صح، بيبقى عنده رعب ان الشخص ده يمشي، لانه انت الشخص ده بقى ماسك فيه كده، ده انت الوحيد اللي جيت فهمت الكيوهات اللي عندي بالزبط. دي، فبتبقى ماسك فيه بشكل مبالغ فيه. فالمسكه دي انا مش عارفه، انت ممكن انت تحاول تفسرها لي، ساعات بتبقى مفيده مضره، بتبقى عامله ازاي يعني؟ لو الشخص اللي قدامك ما استغلكش هتبقى مفيده جدا طبعا. ولو حسيت للحظات ان في استغلال في مشاعر، لا هبعد، فمش هعرف اكمل. وده برضو ناتج عن حاجه تجربه قبل كده ممكن تكون حصلت ومش حابب ان هي تتكرر. ما هو بالظبط بقى ده يخليني اقول لك انه الحد برضو اللي عنده الاحساس المفرط بالحاجات من حواليه، بالاشياء والانسان والشجر وكل حاجه حواليه احساسه بيها عالي، الشخص ده في تجاربه العاطفيه بيكون انهك، بيكون تعب، لانه بيكون بيدي بكل جوارحه، بيحب بكل مشاعره، بيدي فياض في كل حاجه، ومش طول الوقت بيلاقي الحاجات 1 2 كده. مش بيلاقي الحاجات 1 2، بس لو حس ان اللي قدامه مش باور معاه 100% او مش على نفس مستوى، مش على نفس مستوى ان هو قادر يدي وقادر يعمل وقادر يغير، لا طبعا بيبقى فيه مشاكل كتير في العلاقه. ممتنه ان يكون في راجل بيعلن عن انه الحساسيه دي صفه انسانيه، ان الحد يكون عنده احساس عالي دي صفه انسانيه، صفه ما ينفعش نربطها بجنس بشري. لا طبعا ملهاش علاقه باي ربط، وممكن اصلا من كتر ما انت مش قادر تستحمل او حاجه، لما تيجي حتى في موقف انت بتزعق وبتتخانق، وممكن تبقى انت مصدر القوه، الناس تتفاجئ ان انت بتعيط طبعا. يعني انت مصدر قوه، وانت اللي مسيطر، وانت اللي بتزعق، وانت اللي بتاخد حقك، ومره واحده تقوم معيط. فدي حاجه مش بايدك يعني، صح. اللي جواك ده مش بايدك. يعني من الكلام اللي انا بشوفه قاسي جدا وما فيهوش اي ملمح من ملامح الانسانيه، فكره انه الراجل ما يعيطش. يعني ايه الراجل ما يعيطش؟ عنده قناه دمعيه. يعني انسان عنده قناه دمعيه، اكيد طبعا عشان الكلام يبقى مفهوم، اكيد مش المقصود ان الواحد يعيط عمال على بطال يعني بالزبط. بس الفكره انه انسان بيحس بشيء، فرد الفعل بتاعه انه دموعه قريبه، دي حاجه في منتهى الانسانيه. بس فكره ان الانسان يبقى عنده بعض ردود الافعال بيتحرك فيها مشاعره ان هو يعيط، دي ملهاش علاقه براجل وست. لا طبعا ملهاش علاقه براجل وست. يعني انت دلوقتي حد في نص العشرينات وبقاله طول عمره، يعني ال 25 سنه دول من اول ما ابتدى يدرك الحاجات حواليه كده، من هو 10 12 سنه كده، وهو كل حاجه بيتعرض لها بتتكون جواه، وبتتكون طبقات، ومش بيعلن عن مشاعره، لا بيقول ان هو فرح ولا بيقول ان هو زعل ولا بيقول رايه في حاجه، لانه جرب يقوله وما اتخدش بيه، فبالتالي قرر ان هو يفضل يراقب المشاعر دي. انت حاسس ان التراكمات اللي فوق بعض دي ينفع معاها نبتدي من غير ما نفضيها؟ ينفع معاها نبتدي بدايات جديده في حياتنا من غير ما ده يخرج؟ ولا المفروض ده يخرج مع الاشخاص اللي معنيين بيه، يخرج مع الناس اللي ينفع اتكلم معاهم فيه، لو كانوا صحاب لو كانوا اهل، اتكلم في كل التراكمات دي وابتدي حياه جديده؟ ولا اقول خلاص اللي حصل وابتدي حياه جديده؟
هو طبعا لازم يبقى في شخص انت بتعرف تتكلم معاه، والشخص ده يبقى فاهمك. لو مش حبيبة او حبيب لازم يبقى صاحب. يعني سكاتي ده مش بداري ان انا ما اتكلمش. مفهوم طبعا. لا هي مش مدارية. ايوه. هو اصلا انت دي مش صفة فيك، يعني انت مش بتعرف تكون الاشياء عشان بالظبط. تتقال. يعني انا ما بداريش. اللي بحس بيه بقوله. انت اكيد من انصار مدرسة الافعال مش الاقوال، اللي هو ممكن اعمل حاجة محتاجاني في حاجة تلاقيني، بالظبط. اجيب لك حاجة محتاجاها، اروح ما لك مشوار، اتكلمش. لكن ما اقولش حاجات. ما اقولش. طبعا، لان انت منتظر من الناس يتعاملوا زي ما انت ما بتتعامل. بالظبط. انا افعالي هي اللي هتوريكوا، فانا عايز كمان افعالكم اللي توريني.